بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اليونت دي بنتكلم فيها عن components and layers of atmosphere. هنتكلم عن chemical reactions اللي بتحصل في الاتموسفير، وهنتكلم عن الفيزيكال فاكتورز اللي بتأثر على الاتموسفير والرول اوف ساينس ان sustainability. يعني نفس القفله تقريبا بتاعت اليونت الاولانيه. خدوا بالكم احنا اتكلمنا عن الهيدروسفير بما فيه الكفايه، وعن الانتراكشنز بتاعته مع البايوسفير في البارت الاولاني. في اليونت دي هنركز اكتر على الاتموسفير ومكوناته، وازاي الساينس ليه دور مهم جدا في السستينابيلتي اوف ذا اتموسفير. خلينا نفتكر الاول هو يطلع ايه الاتموسفير ده. خلاص احنا اتفقنا ان احنا عندنا layer of gases surrounding earth. الضمانه الوحيده لاستمرار وجودها هي وجود الجرافيتي، وان layer of gases دي الارتفاع بتاعها في بعض الاماكن من السي ليفل بيوصل ل about 1000 كيلومتر. طبعا ليها بريشر بتعمله على السيرفيس بتاع اللاند او على السي ليفل، بنسميه اتموسفيريك بريشر. اتكلمنا عن النقطه دي قبل كده. لكن البارت دلوقتي المهم جدا اللي احنا لازم نتكلم فيه هو ان زي ما كل حاجه دايناميك على هذا البلانيت، زي ما حتى الاتموسفير ليه الداينامكس بتاعته. في حاجات كتير بتتغير جدا في المكونات بتاعه اليونيفرس اللي احنا موجودين فيه ده. البلانيت اللي احنا فيه او الاتموسفير هو كمان له طبيعه دايناميك، مش زي ما كانوا بيقولوا لنا زمان في المناهج بتاعت زمان. كان بيقول لك ان البرسنتجز ار فيكسد. لا، هي في الحقيقه مش فيكسد بالشكل اللي كنا بنقوله ده قبل كده. they are not constant. ده بيحصل ليه؟ بيحصل بسبب مجموعه من الناتشورال بروسيسز اللي بتكون نتيجه هذه البروسيسز هي شيء من الاستابيليتي، حاله من ان كل ما بنبعد عن البرسنتجز بتاعت الكومبوننتس بتاعت الاتموسفير، كل ما بتحصل بروسيسز تانية بترجعنا لحاجه يا اما قريبه من الستيبل برسنتجز اللي احنا عارفينها، يا اما حواليها قريبه منها. ومع ذلك بدأ يحصل زياده في بعض الحاجات، مثلا منها الكربون داي اوكسايد. مع السنين الاخيره بدأ يبقى في زياده كبيره في البرسنتج بتاعته. ومعنى ان البرسنتج بتاعت كومبوننت انها بتزيد، انها بتاخد من البرسنتج بتاعت حاجه تانية، لان هم 100% مش بيزيدوا. فال 100% دول معنى ان حاجه فيهم، واحده من الكومبوننتس برسنتج بتاعتها زادت، يبقى معنى كده ان فيه دايناميك تانية، حاجه دايناميك تانية اتغيرت في المكونات بتاعه الاتموسفير. ده برضو من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عنها، ونشوف ازاي الساينس بيلعب رول مهم في ان احنا نحافظ على شيء من الاستابيليتي بالنسبه لهذه الناتشورال بروسيسز. اول حاجه، وهي حاجه متوقعه جدا، هو two opposite processes، هما الريسبيريشن والفوتو سينثيسيس. خلاص، الريسبيريشن بنستخدم فيه الاكسجين، وبيبقى الكربون دايوكسيد فيه بروديوسد. استاذنك يا يوسف بعد السيشن، عايزه ما تمشيش بعد السيشن بعد. خلاص. اما الفوتوسينثيسيس فالبلانتس فيها بتابزورب كربون دايوكسيد، بتبدا انها تعمل برودكشن اوف اوكسجين. احنا عندي ليفنج اورجانيزمز بما فيها البلانتس تاخد اكسجين تطلع كربون دايوكسيد في الريسبيريشن. عندي على الناحيه الثانيه بلانتس وغيرها من البروديوسرز يعملوا فوتوسينثيسيس، بياخدوا فيه الكربون دايوكسيد ده وبيعملوا له بروسيسنج مع حاجات تانية عشان يطلع منها فود ومعاه الاكسجين جاز. فالكومبوننتس اللي احنا بنتكلم عنها الاكسجين والكربون دايوكسيد هما في الحقيقه البرسنتج بتاعتهم طول الوقت عماله ايه؟ تتغير، بتزيد وبتنقص. ولكن طول الوقت طالما ان التو بروسيسز بيحصلوا، فالمفروض ان احنا نبقى قريبين من الايه؟ من حاله الاستابيليتي. ولكن هل هو في الحقيقه هي ستيبل او فيكسد برسنتج، ولا هي متغيره ولكن دايما بتميل لانها تقرب من برسنتج معينه؟ هو ده اللي احنا المفروض بنبدا نتصوره. العالم مر بحاجات كتير جدا. النهارده بقى فيه تغيرات كبيره، الداينامكس دي بدات تبقى الريت فيها متغير بمعدلات اكبر. البروسيس الناتشورال التانيه ملهاش علاقه خالص بالبايوسفير، ليها علاقه بالليثوسفير، او بنقول انها جيولوجيكال بروسيسز او جيولوجيكال
فينومينا. حاجه مثلا زي الفولكانيك ايربشنز. والفولكانيك ايربشنز او الفولكينوز عباره عن ايه؟ الفولكينو ده، الفولكينو عباره عن حاجات محبوسه في باطن الارض، من ضمنها جازز. من ضمن الحاجات المحبوسه دي جازز. في الحقيقه الفولكينو مش بس انا بشوف اللافا وهي طالعه وبيحصل بيرنينج الحاجات على السيرفيس بتاع الارض، مش عارف، في فوائد وفي اضرار، ولكن الجازز اللي بتطلع اللي كانت محبوسه في باطن الارض دي لما بتطلع على الاتموسفير هي ما كانتش بارت من المكونات، وبالتالي برضه هي من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي بتغير كتير جدا في الداينامكس بتاعه الاتموسفير. وفي الحقيقه لو حبينا ان احنا نتكلم عن الحدوته دي اكتر فممكن نبقى نقعد للفولكينوز دي، عندنا في بارت كده هنشرح فيه كلام كتير قوي عن الفولكينوز. الخلاصه عشان الليسون طويل خلينا نحط بسرعه كده اهميات الاتموسفير. نمبر 1، it acts as an insulating shield. كلنا عارفين ان في سولار راديشن بارت منه مضر، وطبعا الاتموسفير بيلعب دور مهم جدا في انه يمنع السولار راديشن ده وغيره طبعا من الكوزميك راديشنز المضره من انها توصل للليفنج اورجانيزمز اللي موجوده على سطح الارض، وبالتالي بيحافظ على استمرار الحياه بشكل ما، لانه بقى ثيرمال شيلد او انسيوليتنج شيلد او درع عازل للكوكب ده بكل مكوناته من انها تتاذي بسبب هذه الراديشنز. نمبر 2، it retains part of the solar radiation. لانه في الحقيقه بارت من الراديشنز اللي هو بيمنعها من الوصول للارض بيبقى ابزورب، وبيبدا هو يحتفظ بيه وبيحوله لثيرمال راديشن موجود في الاتموسفير عشان يعمل مودريشن للتمبريتشر، ويحافظ دايما على ان التمبريتشر دي تكون suitable for ايه؟ for life. اوكي 100 100. نمبر 3، it plays a fundamental role in the water cycle in nature. ودي يمكن حدوته اتكلمنا عنها برضو قبل كده. فكره ان الووتر سايكل تفضل مستمره هي حاجه مهمه للسستينابيلتي اوف لايف، ولكن افتكر معايا كده، كنا قلنا قبل كده ان في ايفابوريشن وكوندنسيشن وبريسيبيتيشن، ودي كانت مين بروسيسز لازم تحصل to allow the distribution of fresh water on earth ايه؟ on earth surface. وبالتالي بنلاقي الووتر ده available عشان تقدر كل الكائنات تقدر تعمل درينكينج، البلانتس تقدر تعمل جروث، تعمل فوتوسينثيسيس، فبالتالي تلاقي حياه عند البولار ريجنز وتلاقيها عند الاكويتور. صحيح التوزيعات مش هتبقى زي بعضها عند الاكويتور والرينز والحاجات مختلفه تماما عن البولار ريجن، لكن هتلاقي هنا بلانتس وهنا بلانتس، هتلاقي هنا انيمالز وهنا انيمالز، هتلاقي هنا ادابتيشنز تو لايف وهنلاقي هنا ديفرنت ادابتيشنز تو لايف، وده بيساعد على استمرار وجود الدايفرسيتي او التنوع البيولوجي. ايه هي اهم الكومبوننتس بتاعت الارث اتموسفير؟ لو بصيت على الباي تشارت ده هتلاقي ان اكبر كومبوننت عندنا هو النيتروجين جاز بريشيو بتعدي ال 70% او 78% من الفوليوم بتاع الاتموسفير. هنلاقي ان البارت الثاني الكبير هو اللون البلو اللي هو الاكسجين واللي بيتجاوز ال 21%. لو حطيت ال 21 على ال 78 احنا كده وصلنا ل 99، يعني كل المكونات الباقيه doesn't exceed 1%. ال 1% ده ممكن بقى منه نلاقي ارجون بنسبه مش قليله خالص 0.93%، ومش بيكونوا موجودين قريب من سطح الارض، موجودين على ارتفاعات عاليه. other gases بريشيو صغير جدا 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 مع الكربون دايوكسيد، كميه الميكستشر ده ما بيكملش 0.4%. هنلاقي مين؟ الكربون دايوكسيد اللي كان 0.3 بقى النهارده 0.04، عفوا 0.03 بقى 0.04 من الفوليوم بتاع الاتموسفير. الليفلز بتاعته بتزيد جدا وبتختلف من ريجن لثانيه على حسب الانشطه الصناعيه، على حسب وجود الفولكينوز من عدمه، على حسب كميه البلانتس اللي موجوده في منطقه معينه. نلاقي واحد من اخطر الجرين هاوس جازز اللي بتعمل ترابنج للهيت واللي ليها دور النهارده مع ارتفاعها البسيط ده، الا انها عامله مشكله كبيره جدا في موضوع الجلوبال وورمنج. وخلينا نفتكر ان اخر سيشن كنتوا جايين لابسين صيفي، النهارده احنا كلنا جايين مكلفتين والدنيا طين ومطينه بطين. ايه ده؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه جلوبال وورمنج، لان زمان كان في حاجه اسمها خريف، ده ما عادش ليه وجود خلاص. احنا بقينا دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي؟ شتاء صيف شتاء صيف شتاء، عارف انت؟ مفيش سبيسز، يعني حتى اللي عارف الكيبورد لما تلزق الكلام في بعضه، فهو الحقيقه بقى شتاء صيف شتاء صيف.
كلها على بعضها كده. هو الدنيا بقى فين الربيع فين الخريف، ما عادش فيه الكلام ده بسبب مين؟ كربون دايوكسيد بس، والجلوبال وورمنج اللي بقى مشكله كبيره جدا 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 بالنسبه لنا. طيب النيتروجين اللي بيمثل اكتر من 78% ده بيبقى ريليزد للاتموسفير لما الديد بلانتس والانيمالز دي كومبوز، ودي طبعا حاجه دايناميك، يعني بلانتس وانيمالز ماتوا خلاص وبيبدا يريليز النيتروجين ده تحت ظروف معينه هنعرفها في النيتروجين سايكل. هنلاقي كمان ان بارت من الجازز دي بتبقى ريليزد باي فولكانوز. يبقى ازاي ال 78% دي نوصفها بانها حاجه فيكسد؟ لا، هي برضو طول الوقت دايناميك، ولكن دايناميك بيميل للاستابيليتي زي كل حاجه في اليونيفرس. حاجه دايناميك يعني الريشيو بيزيد وبيقل، ولكن دايما بيبقى قريب من الايه؟ من ال 78%. mostly an inert gas. طبعا الكلام ده عكس الكيمياء تماما. الكيمياء اللي انت درستها طول عمرك ان النيتروجين ده ايه؟ اكتف جاز. طب هم ليه بيوصفوه بانه inert او mostly inert؟ يقصدوا بيها ايه الجمله دي؟ هل هو كيميائيا inert جاز النيتروجين؟ لا، بس كرياكشنز تحسه تقيل قوي، ما بيرضاش يدخل في رياكشنز كتير من اللي موجوده على هذا الكوكب الجميل. هتلاقي انه doesn't easily react with other gases and elements. هو ده المقصود بانه inert. ولكن في المعمل لو انا جبت النيتروجين ودخلته في كيميكال رياكشنز بيدخل، اتفقنا؟ لكن في الطبيعه بيبقى من الصعب جدا انه يدخل كيميكال رياكشنز، وبالتالي كلمه انرت جاز هنا ما تقفش عليها قوي، لانك لو رحت للبريودك تيبل مش هتلاقيه انرت جاز. احنا بنوصف البيهيفير بتاعه بانه انرت لانه مش اكتف زي باقي الاليمنتس الموجوده على سطح الارض. اتفقنا؟ ودي نقطه مهمه جدا عشان ما يحصلناش كونفليكت. It needs special conditions عشان يعمل رياكشن. يعني مثلا لما الدنيا شغلت امبارح كان فيه لايتنينج. وقت اللايتنينج ده النيتروجين والاكسجين اللي موجودين في الاتموسفير مع بعض طول الوقت مش راضيين يعملوا مع بعض رياكشن. يحصل في وقت اللايتنينج ان النيتروجين يرضى على الاكسجين ويعمل معاه رياكشن، فيعمل لنا حاجه اسمها النيتروجين اوكسايدز. طب هو طول الوقت ما كانش راضي يعمل رياكشن لان ما كانش فيه لايتنينج. فاذا بيحتاج سبيشال كونديشنز عشان يدخل في كيميكال ايه؟ رياكشن. لو كان بقى انرت بمعنى انرت ما كانش هيرضى يدخل رياكشن، حتى لو في لايتنينج، حتى لو في قنابل ذريه ما كانش هيرضى يعمل ايه؟ ما كانش هيرضى يعمل كيميكال ايه؟ رياكشن. اوكي. فبرسنتج بسيطه جدا من الاوكسايدز دي بتبقى موجوده في الاير. ليه؟ لانها في الحقيقه بتتكون under certain conditions زي اللايتنينج مثلا. الارجون واحد من النوبل جازز زيه زي الهيليوم والنيون والكريبتون والزينون والرادون، وده نسبته زي ما قلنا اقل من 1% بكتير، من 0.93. نسبته تعتبر اكبر بكتير من الكربون دايوكسيد، ولكن لانه انرت جاز لا بيهش ولا بينش. اوكي. طيب بالنسبه للاكسجين مين اللي بيتكون منين؟ من الفوتو سينثيسيس اللي بتعملها الاوتوتروفز او الفود بروديوسنج اورجانيزمز. بيكون essential للريسبيريشن وكمان essential للكومبشن بروسيس. فهو من ناحيه البيولوجي مهم للتنفس بتاع الكائنات الحيه، ومن ناحيه الكيميكال هنلاقيه اكتف بيساعد على البيرنينج. كمان ليه اهميات كبيره جدا، منها الناتشرال ومنها اندستريال كيميكال رياكشنز. ناتشرال كيميكال رياكشنز بتحتاج الاكسجين، واندستريال كيميكال رياكشنز بنحتاجه as an active element in combustion او كعنصر حيوي جدا في عمليات الاحتراق. عندنا other gases بقى اللي هي بنسب صغيره زي الووتر فيبور والاوزون، سلفر اوكسايدز منها السلفر دايوكسيد ده اشهرهم، كربون مونوكسيد اللي احنا عاده بنشوف الكربون اوكسايدز بتكون كربون دايوكسيد، ولكن في الاول دايما بيتكون لنا الكربون مونو اوكسيد. وطبعا كميات بسيطه من النيتروجين دايوكسيد اللي تكون في وقت اللايتنينج. وطبعا دي معلومات مهم جدا ان انا اعرفها عن مكونات الاتموسفير، عشان لما نيجي نتكلم بعد كده عن كل البروسيسز دي بالتفصيل تبقى انت عارف احنا بنتكلم عن ايه وايه اللي تسبب في تكوين. يطلع ايه الجرين هاوس افكت؟ يطلع الترابينج اوف هيت ان ذا ايرث اتموسفير، وتحديدا احنا بنتكلم عن احتباس جزء كبير من الهيت اللي عدت من الاتموسفير بس مش عارفه تطلع. اتفقنا؟ ده الجزء ده بقى ترابت محبوس، في حين ان في كميات اضافيه من الهيت بتدخل وبرضه بتتحبس، وبالتالي مع الوقت الاير تمبريتشر بتحصل لها ايه؟ او الاتموسفير تمبريتشر بتبدا تزيد
بالتدريج. الحكايه دي بتكون سببها هو زياده الكونسنتريشنز بتاعت الجرين هاوس جازز اللي اهمهم على الاطلاق زي ما قلنا هو الكربون داي اوكسايد. طيب مين هي اللايرز بتاعت الاتموسفير وايه حدوتتها؟ طيب دي المفروض انها 1000 كيلومتر، خلاص، او ممكن برضو 10000 كيلومترز، دي ما فيش مشكله، ما فيش مشكله خالص. 10000 كيلومتر لان هو جاي بعد الاكزوسفير. طيب لو انا جاي من بره كده مع اشعه الشمس، اول طبقه هقابلها هي منطقه كده ما احناش عارفين احنا لسه في الاتموسفير ولا لا، بنسميها الاكزوسفير. لغايه ما توصل عند ارتفاع 700 كيلومتر بنوصل عند منطقه اسمها الثرموسفير. الثرموسفير هي منطقه الثيكنس بتاعها كبير جدا، بيتراوح من 80 كيلومتر ل 700 كيلومتر above the sea level. فاحنا بنتكلم تقريبا عن اكبر طبقه من طبقات الاتموسفير، اللي هي مين؟ اللي هي الثيرموسفير. كلمه ثيرمو اتقالت ثيرمو لانها ثيرمال لاير، لانها تمبريتشر فيها بتبقى عاليه جدا، بتوصل ل 1200 ديجريز، وده رقم مرعب جدا بالنسبه لدرجه حراره موجوده جوه الكوكب. احنا هنا مش بنتكلم بره، احنا بنتكلم عن الهواء اللي موجود جوه الكوكب. ولكن الطبقه دي بيبقى فيها تشارجد بارتكلز، بتعمل لنا منطقه اسمها ايونوسفير. يعني ما اقدرش اقول عليها جازس، هي عباره عن بارتكلز خفيفه جدا مع كميات بسيطه جدا من الهيليوم والهيدروجين، لان هي دي الجازز الخفيفه اللي ينفع تبقى موجوده على الارتفاعات الكبيره دي. اول ما بوصل عند ارتفاع قريب من سطح الارض حوالي 80 كيلومتر ببقى وصلت عند منطقه اسمها الميزوبوز. والميزوبوز هي المنطقه الفاصله ما بين الثرموسفير وما بين الميزوسفير. الميزوسفير بتكون تقريبا الثيكنس بتاعها حوالي 30 كيلومتر. وهنلاقي ان الميزوسفير دي في الشكل اللي قدامك ده هتلاقي فيها الايه؟ ميتيورز بيحصل لها بيرنينج، الميتيورز والميتيورايتس اللي بيحصل لها بارشال بيرنينج او اللي بيحصل لها كومبليت بيرنينج عشان يتكون لنا ظاهره الميتيورز والميتيورايتس. طيب على ارتفاع من 10 ل 50 كيلومتر بنبدا نقابل الطبقه اللي بعد كده اسمها الاستراتوسفير، ودي اللي بنلاقي فيها الاوزون لاير على ارتفاع من 20 ل 40، يعني جايبه من بعد ال 50 دي بشويه صغيرين لغايه قرب الايه؟ لغايه قرب التروبوسفير. بنبدا نلاقي ان الاوزون لاير طبقه كبيره جدا، الثيكنس بتاعها بيبقى حوالي 20 كيلومتر. لو اخترقنا بقى طبقة الأوزون دي وكملنا في طريقنا للإيرث سيرفيس، يبقى أنت كده موجود في المنطقة اللي احنا بنتنفس هواها اللي اسمها تروبو إيه؟ تروبوسفير. دي المنطقة اللي فيها الهيفي جازز زي الأكسجين وزي النيتروجين، وفيها أكبر كمية من الووتر فيبر. أما باقي الطبقات فهتلاقي إن كمية الأكسجين بتقل جدا في بعد الاستراتوسفير. يعني تقريبا التروبوسفير والاستراتوسفير هم اللي فيهم الاستراكشر بتاع الاير اللي احنا، واغلب الاستراكشر بتاع الاير اللي احنا قلناه، وكل الهيفي جازز اللي احنا اتكلمنا عنها. ده بسرعه كده كانت فكره عامه عن الطبقات المختلفه بتاعه التروبوسفير. بسرعه كده، يبقى تروبوسفير مكانها فين؟ هي دي اقرب لاير. اول طبقه اسمها تروبو، بعد كده ستراتو، بعد كده ميزو، بعد كده في الاخر الثيرمو والاكزو. اوكي، تاني، ها، تروبو، ستراتو، ميزو، ثيرمو، اكزو سفير. اكزو سفير دي احنا جزء كده ما بين الاتموسفير وما بين السبيس، منطقه بيحصل فيها البلندنج ما بين الاثنين. طيب اقرب لاير هي التروبوسفير، بنلاقي فيها المور دنس، بنلاقيها مور دنس مقارنه بباقي اللايرز، وعشان كده بنقول ان هي دي طبقه الحياه. مهمه ليه؟ فيها الموست ويذر والكلايمت فينومينا بتحصل فيها، كلاود فورميشن، رين فول، ويند موفمنت، غيرها كل ظواهر الطقس اللي احنا عارفينها، مطر وسحاب ورياح والكلام ده كله بيحصل في تروبو سفير. بتمتد الارتفاعات بتوصل لحوالي 10 كيلومتر. الافريج تمبريتشر فيها، ولما اقول افريج يبقى مش بتكلم عن ابرد منطقه ولا بتكلم عن اسخن منطقه، بتكلم عن افريج تمبريتشر متوسطه بتبقى حوالي 15 ديجري. وطبعا الاير تمبريتشر بتقل كل ما بنطلع لفوق 1 كيلومتر، 6.5 ايه؟ 6.5 ديجريز، اللي هي ال 150 متر اللي كان بتقل فيهم درجه الحراره درجه واحده في الدراسات في ثانيه اعدادي، هي نفسها 6
6 درجات ونص كل 1 كيلومتر. اتفقنا؟ طبعا هنا بيديني اكزامبل لو التمبريتشر في لوكيشن عند الارث 15 خلاص، وعندي هنا ايه، عندي تو فيجرز بيوضحوا الديكريز اللي بيحصل في التمبريتشر مع الانكريز اوف التيتيود. ايه اللي بيحصل مع الانكريز اوف التيتيود؟ كل ما بطلع لفوق 1 كيلومتر كل ما التمبريتشر بتقل 6.5، يعني بعد اول كيلو انقص من ال 15 دول 6.5، طب بعد الكيلو اللي بعده انقص 6.5 كمان. يبقى لو البوينت دي على هايت 2 او الالتيتيود 2 كيلومترز، لو جبل مثلا على ارتفاع 2 كيلومترز، يبقى انا هشيل من ال 15 13، يبقى درجه الحراره عند قمه الجبل هتبقى 2 degrees. لو الارتفاع بعد كده كيلو كمان، يبقى احنا هناخد ال2 اللي فوق الزيرو و4.5 تحت الزيرو، يبقى 4 بوينت نيجاتيف 4 بوينت ايه 5. يبقى انا لو معايا شويه ميه هيحصل لهم ايه في الازازه؟ هيبقوا فروزن او هيتجمدوا. اوكي. وطبعا كميه الاكسجين بتقل بالتدريج كل ما بنطلع لفوق، عشان كده الناس اللي بتعمل هايكنج بتاخد معاها ايه؟ بتاخد معاها اكسجين سلندرز، او بتاخد معاها اسطوانات اكسجين للتنفس، بحيث يقدروا يحافظوا على حياتهم. طيب الاشكال اللطيفه اللي قدامنا دي واضح فيها ايه؟ واضح فيها ان انا كل ما بطلع لفوق كل ما التمبريتشر بتقل. ادي الارقام حتى اللي احنا قلناها اهو. الطريقه الثانيه اللي بنعبر بيها عن ده هي انك هتبص حضرتك هتلاقي ان لو هنا احنا عند لو هنا بعد الزيرو، يبقى معنى كده ان انا المفروض كل ما بيحصل ديكريز او ما كل ما بيحصل انكريز في الالتيتيود كل ما التمبريتشر بت ايه؟ بيحصل لها decrease. عند نهاية التروبوسفير يعني تقريبا عند هايت 11 كيلومترز ممكن تلاقي درجة الحرارة وصلت لنيجاتيف 63 to نيجاتيف 60 degrees. طبعا هنا الانخفاض الشديد في درجة الحرارة ده تقدر حضرتك تحسبه ببساطة خالص، ان انا لو عندي كل 1 كيلومتر ب 6.5 ديجري، ولو افترضت ان انا عند السي ليفل درجه الحراره بتاعتي كانت الافرج بتاعها 15 زي ما قلنا، يبقى المفروض لو حضرتك عملت باي 6.5 يبقى المفروض درجه الحراره هتنقص 65 ديجريز لما توصل لنهايه التروبو سفير عند منطقه التروبو بوز. بمعنى كده تخصم ال 65 دول من ال 17، 17 ماينس ال 65، شوف هيطلع لك بقى التمبريتشر هتبقى بكام. اعتقد هتبقى اقل كمان من نيجاتيف 63 بكتير كمان. طيب هل التمبريتشر بتقل في كل اللايرز بنفس الطريقه؟ لا، حقيقه الكلام ده مش بيحصل خالص. ده انت في الاستراتوسفير هتبدا تلاقي ان درجه الحراره بترجع تزيد مره ثانيه. ليه؟ لان فيها الاوزون لاير اللي بتعمل ابزوربشن الالترا فايلت، وبتحول الجزء ده لثيرمال انرجي، بترجع تاني تزود التمبريتشر عشان توصلها تقريبا للزيرو عند اخر منطقه في الاستراتوسفير. ترجع تاني في الميزوسفير درجه الحراره تقل لغايه ما توصل لحوالي نيجاتيف 90 ديجريز، وفي النهايه الثيرموسفير زي ما قلنا درجه الحراره فيها بتعلى جدا جدا جدا. فاذا في بيحصل فلكتويشن في التمبريتشر لو حضرتك طالع في روكت. وبشكل ما عندك، اهلا وسهلا حبيبي، التمبريتشر عندك ثرمومترز بتبدا انها تحسب لك الايه؟ بتحسب لك درجه الحراره بره الروكت ده عامله ازاي. فانت في الحقيقه كل طبقه من الطبقات هتلاقي فيها التمبريتشر بتختلف تماما، لان في تروبوسفير ديكريزز ترجع تاني انكريزز في الاستراتوسفير، ديكريزز في الميزوسفير، انكريزز في الثرمو ايه؟ الثرموسفير. خلاص. طبعا معايا مع نقص التمبريتشر في مع نقص التمبريتشر في جميع الاجزاء بتاعه التروبوسفير بيحصل ديكريز كبير جدا في الاتموسفيريك بريشر. الاير كمان بيريكواير انرجي needed for expansion from the kinetic energy of its molecules. يعني هو التمبريتشر بتتغير ليه؟ على حسب الكاينيتيك انرجي بتاعه الموليكيولز. طب الكاينيتيك انرجي ايه اللي بيغيرها؟ الثيرمال كونتنت. طب هي الثيرمال كونتنت بتاعها ماله؟ على حسب والله الراديشن اللي هي بتتعرض. هل في اسباب لارتفاع الكاينيتيك انرجي؟ يبقى ساعتها هتلاقي التمبريتشر بتزيد زي ما شفنا في الثيرموسفير والاستراتوسفير، والعكس صحيح في حاله التروبوسفير والميزوسفير. دول الاثنين اللي كانت درجه الحراره فيهم بتقل بسبب ان الكاينيتيك انرجي بتاعت البارتكلز قليله. والعكس فين؟ الاستراتوسفير والثرموسفير، دول اللي بيبقى عندهم بيتعرضوا لحاجات بتزود الكاينيتيك انرجي بتاعت البارتكلز، فالكاينيتيك انرجي بتاعتها بتزيد، فالتمبريتشر بتزيد. يبقى الافريج كاينيتيك انرجي اوف اير موليكيولز decreases في troposphere
والاير تمبريتشر decreases في التروبوسفير. كل الحاجات دي ريليتد ببعضها. زيتو هو يتزهق برضه، معلش. طيب التروبوبوز لاير هي اخر منطقه موجوده في التروبوسفير، ودي عندها بيحصل استابيليتي في كل حاجه. التمبريتشر بتبقى ستيبل، الاتموسفيريك بريشر كمان بيبقى ستيبل، بتكون على التيتيود حوالي 11 كيلومتر، يعني اخر 1 كيلومتر في التروبوسفير، واول 2 كيلومتر من الستراتوسفير، دول اللي بنسميهم تروبوبوز. دي بنعتبرها بارير ل او بنعتبرها ترانزيشنال زون ما بين التروبوسفير والستراتوسفير. بيحصل فيها ايه؟ بيحصل فيها ان احنا عندنا كولد اير موجود فيه تروبوسفير، وعندنا هوت اير موجود فيه الايه؟ الستراتوسفير. عارفين ده معناه ايه؟ المفروض ان بيحصل حاجه اسمها كونفكشن، اتكلمنا عنها قبل كده. كونفكشن معناه ايه؟ ان لو الهوت اير والكولد اير حصل لهم ميكسنج، يبقى معنى كده ان الاير هيتحرك بشكل فيرتيكال بسبب الكونفكشن. الهواء السخن هيطلع لفوق والهواء البارد هينزل لتحت، فده لو حصل ميكسنج. ولكن المنطقه دي بيكون فيها الاير موفمنت بتبقى هوريزونتال، بحيث ان يبقى وكأن في طبقه عازله ما بين الهوت اير اللي موجود فوق وما بين الكولد اير اللي موجود تحت. وده بيلعب دور مهم جدا في انه يحافظ على كميه الهيت اللي موجوده في التروبوسفير، بحيث انها دايما تبقى suitable for life. كمان حواليها الاستراتوسفير تبقى عامله زي انسيوليشن شيلد، او بتبقى بتلعب دور العازل الحراري، اللي برضو له دور مهم جدا في الحفاظ على ما يعرف بالبايو دايفرسيتي. اخر حاجه اتكلم عنها النهارده هي البايو دايفرسيتي اللي بنشوفها في التروبوسفير. التروبوسفير بنعتبرها بما انها اقرب حاجه للجيوسفير وللبايوسفير، هي دي المكان الريتش الموست دايفيرس فورم اوف لايف. على ارتفاعات عاليه جدا ممكن نلاقي حياه، في مناطق منخفضه جدا ومناطق عميقه جدا ممكن نلاقي برضو الحياه موجوده. كاركترستكس كتير جدا موجوده في التروبوسفير مش موجوده في غيرها، زي وجود الاسنشال جازز المهمه للحياه زي الاكسجين، كربون دايوكسيد، الووتر فيبر. خلاص، دي كلها حاجات مهمه جدا لاستمرار الحياه. حتى النيتروجين اوكسايدز اللي بشكل ما بتوصل للسويل وتلعب دور مهم جدا في استمرار الحياه، وتستخدم في تصنيع البروتين عند الكائنات الحيه البسيطه. كل دي حاجات افيلبل في التروبوسفير فقط، مش موجوده في اي حاجه تانية. الابروبرايت temperatures that support life دي مش موجوده برضو غير في التروبوسفير. كمان الانتر اكشن اللي بيحصل ما بين الانفايرمنتال كونديشنز المناسبه مع وجود الليفنج فاكتورز، مع وجود الكائنات الحيه بانواعها المختلفه في بيئاتها المختلفه. ده بيساعد على وجود دايفرسيتي او تنوع للكائنات الحيه وتوزيعها من الناحيه البيولوجيكال، من حيث الاكتيفيتي بتاعها. الكائنات دي طول ما الكونديشنز كويسه قادرين يعملوا معاها ادابتيشنز، نبدا نلاقيها بيولوجيكلي اكتيف، يعني بيعملوا ريبرودكشن وبيقدروا يعوضوا النقص بتاعها، وبالتالي بيقدروا ان هم يحافظوا على الكونتينيوتي اوف لايف اون ايه؟ اون ايرث. كده نبقى احنا انتهينا من البارت الاولاني بتاع التروبوسفير، وان شاء الله المره الجايه نخلص الايه؟ قعدتنا مع البارتس الباقيه من الاتموسفير على الارجح. القعده الجايه دي هتكون اونلاين يوم السبت، ماشي، عشان نبدا الليسون الجاي كمان يوم الايه؟ يوم الاثنين باذن الله. استسمح حضراتكم بس نتابع الجروب كويس، نبص عليه بصه يوم السبت. في حاجه هوقف بس الريكوردنج واقول لحضراتكم عليها ريليتد بالجروب الكبير.